هنعمل النهارده حاجة حلوة وسهلة وسريعة ومتاخدش وقت، في نص ساعة كانت جاهزة بقى من غير لا بيض ولا يعني فرن ولا دي ولا الكلام ده كله. طعمها بجد خرافي، حلو قوي 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 كمان. مش هتاخد مننا اي وقت. على النار كده نحط عليها 3 كوباية من اللبن، ونحط عليهم 3 معالق كبار من النشا، وممكن نحط مكانهم مثلا 3 معالق كبار من الكاستر، او مثلا معلقه نشا واتنين كاستر براحتكم خالص، الاتنين زي بعض نفس النتيجه. ونقلبهم، مش هنحط اي سكر خالص. وهي سخنه كده نرفعها من على النار ونحط قالب شوكولاته سما ده تقريبا 200 ملي. يعني لو كسرتوها كده ووزنتوها في حجم كوبايه الشاي اللي احنا بنشربها في البيت كده، كوبايه الشاي بتاعتنا اللي بنشربها في البيت، وتكسروها كلها وتحطوها. ده السكر بتاعنا. لو انتوا حابين تحطوا بيضه حطوا، لو حابين تحطوا ميكس بين الابيض والبني براحتكم جدا حطوا. طب بدلهم ايه بقى؟ لو مش موجود شوكولاته عندي ممكن تحطي كوبايه من كريم شانتيه خام بقى بسكر، لكن لو خام ممكن تحطوا معلقتين كبار من السكر وانتوا بتدوبوا اللبن. ونحط بقى البسكوت، الكميه بتاعتنا متاحه في البسكوت يعني براحتكم خالص. نحط بقى طبق من البسكوت كده متغطس في اللبن، ونحط بقى طبق من البودنج ده. بجد يا جماعه طعمه حلو قوي قوي، وخصوصا بقى لما تسيبوه يعني يسقع شويه كده في التلاجة. وتاني طبقه عملناها موس. الطبقات دي بتاعتكم انتوا يعني، انا عملت حوالي 3 طبقات. انا بحط كبشايه كده من البودنج ده، وبرص عليه طبقه بسكوت. حلو قوي. ممكن تحطوا بقى وتبدعوا في الطبق بتاعكم، يعني ممكن تحطوا مثلا طبقه كريم شانتيه في الطبقه الاخيره او اللي قبل الاخيره، وتحطوا مثلا فوق منها البودنج ده. تمام كده. حلوة قوي ومياخدش وقت خالص والله، بجد كان في نص ساعة. يعني أنا جهزته في 10 دقايق، ونص ساعة في الفريزر كده عشان بس يتشمع وأعرف أقطعه. وأنا لو مكنتش عازمة حد عليه أصلا كنت هاكله بالمعلقة كده. حلو قوي. بصوا بقى، بعد ما خلصت آخر طبقة كان عندي بقى شوكولاتة مبشورة كده بيضة، أنا بشرتها يعني وحطيتها كتزيين. ممكن تحطوا بقى ترشوا كده يعني بشكل يعني سريالي كده، أو تحطوا. بصوا التزيين ده بتاعكم انتوا. على الفريزر بقى نص ساعة عشان أنا ما عنديش وقت، وكان ضيوفي خلاص على الباب، وكانت جاهزة وجميلة جدا. بصوا بقى احنا دلوقتي هنقطعها. يعني شايفين؟ انا بصراحة يعني الحالة ده يعني اول ما بشوف يعني بعمله ما بيقعدش من 5 دقايق. بصوا رهوفة الجميلة بنت اخت جوزي، الامر عجبها جدا وقالت لي طنط علا انا كنت بعمله دايما عندي في البيت، انا بحبه قوي. بألف هنا على الغاليين يا رب، ولايك كتير وشير كتير للفيديو. كنت معاكم على تهامي.